يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل فطير على الطاسه، طريقه سهله خالص. بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. مقاديرنا سهله خالص وبسيطه: ربع معلقه ملح ونص بوله كده من الزيت ونص كوبايه ميه. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. انا جايبه دقيق سايب، انا بجيب لك اسهل حاجه كده علشان تبقى كل حاجة بسيطة معاكي. ربع معلقة ملح، وبعد كده هنزل بنص بولة كده من الزيت. البولة دي صغيرة خالص طبعا، يعني يعتبر ربع كوباية زيت. وهنزل كده بالمية واحدة واحدة كده، مش هنزل بالمية كلها، وهفضل اقلب كده. وبعد كده هنزل بشوية مية تاني لحد ما العجينة بتاعتي تبقى ملمسها كويس كده معايا. انا شوية شوية كده بنزل مية زي ما انت شايفة كده، وهقلب. وبعد كده انا ملمس العجينة ده يا بنات بيبقى طري جدا، هتشوفيها دلوقتي. وبعد كده طبعا علشان انا بحط دقيق على الرخامة، فالعجينة ايه بتبقى كويسة معايا. بصي زي ما انت شايفة كده، ملمسها كده ايه طري خالص وملزق في ايدي. ما تخافيش، كل ده هيبقى كويس معايا دلوقتي. انا طبعا حاطة دقيق على الرخامة اهو، فمجرد ما هعجن كده خلاص ملمسها هيبقى كويس معايا. هسيبها بقى تريح كده على جنب بتاع 10 دقايق، وبعد كده ايه هشتغل بيها. طريقة سهلة خالص، ومكوناتها بتبقى موجودة عندنا في المطبخ: دقيق والزيت والملح طبعا موجودين عندنا. فبصراحة يعني كنا اليوم دوت عايزين نفطر فطير، قلت لهم تعالوا اعمل لكم ايه زي 3 4 فطاير كده على الطاسة، مش هنحط في الفرن يعني. مش هيكمل معايا 5 دقايق. وكان عندي العسل والطحينة وكان عندي الجبنة كده. خلاص سبتها بتاع ربع ساعة كده ريحت. وبعد كده همسكها بقى ايه. بصوا كل مرة بحط دقيق، عشان كده انا بقول لكم ايه ما تقلقيش من البداية. لو ملمسها طري خالص ما تقلقيش منها. بس كده. وبعد كده بقى همسكها افردها بقى كده كلها، وايه بحتة زبدة كده عندك بتبقى بصراحة بتفرق في الطعم خالص. ما فيش زبدة يبقى ممكن يكون سمنة عادية. هحط بقى ايه زبدة كده في الفطيرة بتاعتي كلها، بتفرق بصراحة في الطعم خالص. فردتها خالص كده على قد ما قدرت، وبعد كده هلفها كده وايه هقطعها بالسكينة. وبعد كده برضو هسيبها تريح بتاع 10 دقايق تاني. يعني كل ما هنسيبها تريح كده، انت ممكن لو في الجو حر اللي احنا فيه ده ممكن تحطيها في التلاجة بتاع 5 دقايق 10 دقايق. بس احنا بصراحة كنا مستعجلين على الفطار، سبتها ريحت بتاع 5 دقايق. وبعد يعني انا قصدي ان احنا نحطها في التلاجة علشان الزبدة اللي جواها يعني تمسك معايا بسرعة، مش هتكمل 5 دقايق في التلاجة. احنا كده خلاص قطعناها، وبعد كده سبناها ريحت. دهنا طبعا الطبق بتاعنا شوية زيت قليلين كده. وبعد كده طبعا احنا هنا خلاص سيبناها تريح بتاع 10 دقايق كمان تاني. وبنفرد كده بالعصاية اللي هي الخشب بتاعة الفطير. وبعد كده بقى ايه هاخد بقى كده ايه من بره على جوه، من بره على جوه. وبعد كده هكورها كده زي الكورة. بصوا سهلة خالص، عشان يعني تورق معايا. انا ايه عاملة كل كورة كده صغيرة، عشان انا مش عايزة الفطيرة بتاعتي تكون سميكة كده علشان تبقى مستوية من جوه. بصي مش ضروري ايه الخشبة بتاعت الفطير، انت ممكن تعملي كده بايدك، تفردي كده بايدك. طول ما ايدك كده فيها زيت كده والرخامة فيها زيت، هي هتفرد معاكي. وهتاخدي من بره على جوه كده زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هكورها كده زي الكورة وايه. والتقفيلة اللي من تحت ديت هي دي ايه اللي هنحطها كده على الطبق من تحت كده زي ما انت شايفة. همسك واحدة تاني كده هفردها بايديا، وهاخد من بره على جوه. طريقة سهلة خالص
وبصراحة مش هتكمل معاكي 10 دقايق في المطبخ. بصوا كده خلاص عملوا معايا 8 فطاير بالظبط. احط هنا شوية زيت وخلاص هفرد بقى الفطيرة بتاعتي اللي من تحت ديت، هي اللي انا هحطها ايه يعني، اللي انا قفلتها هي اللي من تحت زي ما انت شايفه. وهفرد بقى كده وامسكها على ايديا، والطاسة طبعا اكون عاملاها بالفرشة كده بحتة زبدة او سمنة او زيت. بس كده انا كده خلاص فردت الفطيرة بتاعتي، انا مش عاملاها سميكة ولا حاجة. ما بتكملش 5 دقايق على البوتاجاز. عندك بقى جبنة قديمة، عندك جبنة قريش، جبنة عادية، عسل وطحينة، هي بتنفع جنب أي حاجة. بصوا ملمسها طري وجميل جدا، وكان طعمها تحفة طبعا عشان بالزبدة. بصوا شكلها جميل ازاي. بس كده خلاص كده خلصنا الفطير بتاعنا، وكانت وصفتنا النهاردة سهلة وجميلة. ومش ضروري تقعدي بقى تكسلي تقولي لا انا هجيب فطير من بره. يعني شوف الفطيرة دلوقتي بره عاملة 7 جنيه. انا بصراحة عملت 8 فطاير اهوت وفطرنا بيهم. يا رب الفطير يكون يعجبكم كده، وبجد بجد كان طعمه تحفة. قومي بقى تشجعي كده واعمليه على الفطار. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بالاشتراك وباللايك عشان قناتي تكبر بيكم. بصوا تحفة ازاي يا بنات، تحفة بجد والله العظيم. كان طعمه حكاية، فطير كده تحسي ان هو عامل زي فطير البلدي اللي هو اللي بيجي من البلاد وكده. بس انا بصراحة كنت عاملاه يعني رقيق شوية. عملت بقى شوية عسل كده وطحينة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.